كل الناس اللي بتحب تشتغل بالفاينل كات برو اكس بيحبوه علشان حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى انه البرنامج سهل جدا في التعامل معاه، وبيخليك تعمل الحاجات اللي تبان ان هي معقده جدا بمنتهى البساطه والسهوله وبضغطه زرار واحده. الحاجه الثانيه ان شركه ابل اصلا اللي عاملاه، وهي عامله اجهزه ابل، وبالتالي البرنامج سلس جدا في التعامل وسريع جدا. النهارده كمان انا جاي اسهل عليك الموضوع اكتر واكتر باداه هتقدر تضيفها جوه الفاينل كات، هتخليك تعمل افكتات مبهره جدا وحاجات مبهره جدا بمنتهى البساطه والسهوله. وكمان المفاجاه ان الاضافه دي او الاداه دي مجانيه تماما، تقدر تنزلها من دلوقتي وتتعامل بيها بمنتهى البساطه والسهوله. بس كل اللي انا طالبه منك انك تفضل متابع ومركز في الدرس ده لغايه النهايه علشان تقدر توصل للنتائج اللي هوريها لك النهارده. يا اهلا بيكم يا احلى شباب في درس جديد من دروس الفاينل كات، واللي الناس بتطلب دايما مني ان انا اعمل دروس عنه. الفاينل كات زي ما قلت قبل كده وبقول كتير، الفاينل كات من البرامج السهله جدا في التعامل وكمان السريعه جدا، لانه ابل بتدعم البرنامج ده لانه طبعا تبع شركه ابل. خليني النهارده اكلمكم على التول دي مجانيه تماما، مش هتدفعوا فيها فلوس، وفي نفس الوقت بتعمل حاجات خطيره جدا كنت هتاخد وقت كبير جدا لو انت عملتها بايدك. خلينا مع بعض كده نتعرف على التول واقول لكم ازاي تقدروا تحملوها وتجيبوها بشكل مجاني تماما وتستخدموها جوه الفاينل كات. طيب اولا كده، لو انت فاتح الفاينل كات عندك بالمنظر ده، محتاج ان انت تقفله علشان تنزل وتسطب او تعمل انستول للاداه دي. بعد كده هتدخل على الصفحه دي، انا هكون سايبها لك في صندوق الوصف او في الديسكريبشن علشان تقدر تنزل الاداه. هنا كده انا كنت يعني جبتها قبل كده، فبيقول لي ان انت عايز تجيبها مره تانية، اقول له اوكي مفيش مشكله خالص، عشان بجرب معاكم واقول لكم ازاي تقدروا تحملوها بمنتهى البساطه والسهوله يعني. هنا طبعا مديني حاجه اسمها الموشن تول كومبليت، هنا دي بفلوس ب 20 دولار، علشان يعني انت لو في مصر ب 20 دولار، لو في بلد تاني هتلاقيها ممكن اغلى من كده شويه. احنا عايزين الاداه المجانيه الموشن تول فري هنا، فهنضغط عليها بالمنظر ده، وهنيجي هنا كده ونعمل بيرشيز اجين. هيروح مدخلك على طول على الصفحه دي، هتكتب هنا الايميل وهتكتب او هتضغط على جيت، هتلاقيه على طول بعت لك الاداه دي بشكل مجاني على الايميل. انا طبعا مش محتاج ان انا اعمل كده لان انا كنت يعني منزلها قبل كده. فكل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هنزل في الداونلود كده، هطلع يعني هروح الداونلود، هلاقي على طول ان انا منزل الاداه، وهي الفيرجن بتاعها 1.4 كده. بصوا بقى التسطيب بتاعها او الانستول بتاعها حاجه يعني تافهه جدا. كل اللي انت هتعمله ان انت هتضغط عليها 2 كليك، بيقول لك هنا كده الموشن تول فري، هتبتدي ان انت تضغط عليها بالمنظر ده. طبعا خليك قافل الفاينل كات زي ما اتفقنا علشان يعني تنزل معاك. فهنضغط اوبن هنا كده انستول، خلصنا خلاص، اقفل كل حاجه كده، الاداه نزلت جوه الفاينل كات. خلينا نيجي هنا كده ونفتح الفاينل كات ونشوف اصلا الاداه دي بتعمل ايه، واللي فعلا هتبهرك، حاجات متضافه ما يعني مش موجوده اصلا في الفاينل كات قبل كده. طيب هنلاقي الاداه دي اتضافت فين؟ هنيجي نضغط على الافكتات او الافكتس اللي موجوده في الفاينل كات من هنا كده، هتلاقي على طول تنزل كده. تعالوا ندور على الاداه، هتلاقيها موجوده هنا، ادي الموشن تول فري بالشكل ده، وهتلاقي جواها شويه الاضافات العبقريه اللي انت شايفها قدامك بقى. طب الاضافات دي بتعمل ايه؟ تعالوا بقى يعني ننبهر مع بعض بالحاجات اللي بتعملها الاداه دي. خليني بس كده اجيب الفيديوهات اللي انا هشتغل عليها او اللوجوز او ايا كان. فانا هدخل هنا كده وهبتدي ان انا اسحب الحاجات دي كده واحطها هنا علشان اقول لكم الاداه دي بقى بتعمل ايه. بصوا كده، لو انا عندي مقطع فيديو وليكن مثلا، خليني اجيب فيديو زي كده، هبتدي ان انا احطه كده على التايم لاين، وعندي مثلا لوجو زي اللوجو ده او لوجو زي لوجو الفاينل كات مثلا. خلينا ننزل اللوجو بتاع الفاينل كات. تمام، بصوا كده اللوجو ده انا حابب دلوقتي ان انا مثلا اصغره كده شويه. في هنا حاجه اسمها 3 دي ترانسفورم، دي طبعا لو انت حبيت تعملها بايدك الموضوع هيبقى مرهق جدا وصعب جدا. ده كل اللي انت بتعمله بتحطه مثلا على اللوجو، ومش لوجو بس، تنفع مع الصور ومع الفيديوهات ومع اي حاجه. انا بس بجرب على اللوجو عشان اقول لك بس في كام ميزه كده هنعملها في اللوجو ده محترمين جدا. طيب خلينا كده نشوف دي بتعمل ايه. كل اللي انت هتعمله دلوقتي لما بتحط ال 3 دي ترانسفورم، لو ضغطت كده بيدي لك الاوبشنز دي او بيدي لك كده الدوائر دي مع الاتجاهات دي. ده عباره عن ايه؟ لو انا جيت على الدايره اللي من الشمال دي وابتديت ان انا اقف كده، انا اقدر الف اللوجو بتاعي كده 3 دي باليمين والشمال بالشكل اللي انت شايفه قدامك. لو وقفت على الدايره اللي فوق دي اقدر الفه بالشكل ده. وكل اللي انا بعمله ده بيظهر عندي في الترانسفورم. يعني الموضوع رهيب جدا. ده مش بس كده، ده مليانه اوبشنز تحفه جدا.
خلي بالك بص بقى، لو جيت مسكت السهم ده اقدر ان انا احرك اللوجو بتاعي ده او ايا كان اللي انا جايبه يعني، وهبتدي ان انا اعمل كده احرك لفوق. لو جيت هنا كده تقدر ان انت تلفه، وكل اللي انت بتعمله او كل الحركات اللي انت بتعملها دي تقدر تضيف لها كي فريمز من خلال القائمه اللي موجوده هنا، طبعا لانه ضاف لك ال 3 دي ترانسفورم. شايف بقى الموضوع؟ طيب مش بس كده كمان، انا لو جيت تعال اقول لك على اوبشن مهم جدا. لو جيت هنا حبيت ان انا الف اللوجو ده مثلا كده، فانا كده عكسته يعني لفيته العكس، بص، فظهر لي اللوجو من ورا، يعني ظهر لي الباك جراوند بتاعته. لو انت مش حابب ان اللوجو بتاعك يظهر في الباك جراوند بنفس الشكل، هتيجي هنا كده وتقول له انا عايز اعمل فيل على الباك جراوند، يبقى لما يلف يديني اللون ده، شايفين؟ فلما اجي الف اللوجو هيديني اللون اللي انت شايفه ده، كانه ده الظهر بتاع اللوجو. يبقى هو مسهل عليك الدنيا. تعال اعملها بقى بايدك الحكايه دي، الموضوع طبعا مش هيكون كده خالص. طيب بس كده لا، ده انت كمان لو نزلت بص مليانه اوبشنز ازاي، تقدر بقى تعمل ان انت يعني في حاجه اسمها ديبس اوف فيلد. بص كده في حاجه اسمها ديبس اوف فيلد، ودي من الحاجات اللي عجبتني جدا. لو انت بتلف اللوجو بتاعك بشكل معين، تقدر تعمل ديبس اوف فيلد على حته معينه. بص كده خلينا مثلا نعمل حاجه زي كده ونغير في البوزيشن ونغير في الكلام ده. يعني انا ممكن اغير في البوزيشن بتاعي بالشكل ده، كمان ممكن اطلع لفوق وانزل لتحت بالشكل ده. ممكن هنا كده ان انا يعني شايف، بص الحركات اللي بتتعمل، كل الحاجات دي بشكل مجاني تماما. انا مش فاهم يعني الموضوع انت عايز ايه. بص تقدر تلعب فيه زي ما انت عايز. طيب خلينا نشوف الديبس اوف فيلد ده بتعمل ايه. الديبس اوف فيلد بتخلي في جزء كده من اللوجو بيغلوش كده، شايف؟ بص الاجزاء اللي هنا كده غلوشت ازاي ومركز على الجزء اللي في النص. طبعا تقدر تغير بقى الفوكس وتقدر تعمل اللي انت عايزه. بص كده انا بغير اماكن الفوكس نفسها، وده اللي عاجبني جدا، كانك ماسك كاميرا بروفيشنال وبتشتغل بيها. بص كده دي الانجل اوف فيو، يعني مكان الايه الفيو بتاعك. طبعا هنا بص في مشكله حصلت، انه لما اللوجو لف كده طلع بره، شايفين طلع بره الشاشه ازاي؟ ودي حلها بسيط جدا، هقول لكم عليها في الاوبشنز اللي بعد كده، مفيش اي مشكله. طيب خلينا نرجع بقى الكلام ده خالص كده، يعني خلينا ادوس على كوماند زد. بص بقى الموضوع هنا، تعال اقول لك على فكره جامده جدا. لو انا رجعت كل حاجه زي ما كانت، انا دلوقتي عايز اعمل انيميشن من خلال الاداه دي ال 3 دي ترانسفورم دي. انا دلوقتي هعمل انيميشن. طب بعمل انيميشن ده ازاي؟ بص ظبط الانيميشن زي ما انت عايز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا هلف اللوجو ده كده، تمام، وهبتدي مثلا يعني خلينا نطلع فوق كده ونيجي مثلا نعمل سكيل، هصغره بالشكل ده، وهجيبه كده، هجيبه بالسهم ده كده واحط. طبعا بصوا شايفين اختفى ازاي تحت. طب حل المشكله دي ايه؟ خلينا طيب نحل المشكله دي علشان اقول لكم حلها، عشان انا محتاج ان انا احطه في الجنب ده واقول لك هنعمل ايه دلوقتي. خليني امسح ده. لو انت عايز تحل المشكله بتاعه اي افكت من الافكتات اللي انت نزلتها هنا، كل اللي انت هتعمله كده ان انت هتضغط على اوبشن جي في الكيبورد علشان تعمل كومباوند كليب، علشان يعني تصلح المشكله دي. وبعد كده هتضيف الترانسفورم عليه عادي جدا. انا حطيت ماسك، هنضيف كده 3 دي ترانسفورم بالشكل ده اهو. لما باجي هنا كده بحرك اللوجو بتاعي في اي مكان، خلاص المشكله دي اتحلت. طيب ايه اللي انا كنت عايز اعمله؟ اولا انا كنت عايز اضيف الفيل ده، وهبتدي ان انا الف اللوجو ده كده مثلا، وهبتدي ان انا اجيبه هنا في الجنب ده، ماشي، وهصغر حجمه، هعمل مثلا سكيل. بص بقى اللي هيحصل دلوقتي، انا عملت كده تمام. انا بقول له هو ده الشكل النهائي اللي انا عايز اللوجو بتاعي يروح فيه. طبعا لوجو صوره فيديو، انا بتكلم على اللوجو علشان ده اللي انا جايبه دلوقتي وبشتغل عليه، بس تقدر تعملها مع اي حاجه. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده في نفس الافكت ده هتيجي تضيف كده حاجه اسمها انيميت ان واوت، هتعمل كده اهو. بص بقى طبعا انا ضفت انيميت ان واوت، يبقى اللوجو بتاعي هيكون كبير، هيكون بشكله العادي اللي انا جبته بيه، ولما اجي اعمل بلاي هيروح في المكان ده، وبعد شويه تاني هيرجع تاني بالشكل ده، شايفين في النهايه. طب انا عايزه يفضل في الحته دي، يبقى انا هشيل الاوت، خلاص يبقى هيفضل موجود تحت. بص بقى من غير ما احط اي كي فريم، انا عملت له الحركه النهائيه وقلت له حركه لي. ده بس في افكت واحد بس من الافكتات اللي موجوده. طيب حلو، خلينا نمسح ده ونشوف باقي الحاجات بتعمل ايه. هنا كده في حاجه اسمها جرو وشرينك. ده عباره عن ايه؟ لو انت عندك مشهد، خلينا نجيب اي مشهد، مثلا مشهد زي المشهد ده، فيديو كده. بص ده مشهد عادي جدا اهو، الكاميرا بتتحرك بتعمل يعني زي بتمشي كده يمين او حاجه على شاريو ولا حاجه. طيب انا عايز اعمل جرو او شرينك. يعني ايه جرو او شرينك؟ تعالوا نضيف الافكت ده ونشوف بيعمل ايه بقى. ده بيعمل زوم ان او زوم اوت للمشهد من غير اي كي فريم. لو انا جيت عملت كده اهو، وابتديت ان انا عايز اعمل مثلا زوم ان ببطء مثلا للمشهد بتاعي، فطول ما المشهد شغال هيبتدي يعمل لي زوم ان من غير ما تحط اي كي فريم خالص، بيعمل زوم ان طول الوقت اهو لغايه ما المشهد بتاعك ينتهي. طيب عايز اعمل زوم اوت بدل الزوم ان، هروح حاطط دي كده ورا،
فالمشهد بتاعي هيفضل يعمل زوم اوت بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. يبقى انت ممكن تعمل زوم ان وزوم اوت بدون ما تحط اي كي فريم، مجرد ما بترمي الافكت وبتشتغل عليه على طول. انا مش عايز اطول طبعا، الكلام ده مليان اوبشنز. يعني هنا كده تقدر ان انت تختار مثلا انا عايز ناتشورال سكيل مثلا اهو، اللي هو سكيل كانه يبان طبيعي، فاروح اعمل كده اهو مثلا وابتدي ان انا اعمل كده، فهتلاقي السكيل بتاعك ابتدى يحصل كده وكانك بتدخل زوم ان بالكاميرا بتاعتك بمنتهى البساطه. ده بالنسبه للافكت التاني. تعالوا نشوف بعد كده حاجه اسمها موشن باث. هنا كده ده انت بتحدد له المكان اللي انت عايز تعمل عليه الانيميشن بتاعك. يعني انا عايز مثلا اهو نجيب مثلا اللوجو بتاعي بالشكل ده. طبعا انا عملت له هنا الفكره اللي انا قلت لكم عليها عشان ما يبقاش طالع بره. هبتدي هنا احط الموشن باث ده بالشكل ده، هيديني كده دايرتين. الدايره الاولى دي بصوا كده، الدايره الاولى ده مكانه في الاول، والدايره الثانيه دي مكانه في الاخر. تقدر تاخد الدايره الثانيه دي وتحطه في اي مكان. بص كده، انا عايز اللوجو ده ينتهي مثلا في الحته دي، فهيبتدي من هنا وينتهي هنا، يبقى انا بحدد له المسار اللي يمشي عليه. شايف؟ طيب تعالوا نجرب ده في الفيديو. ينفع في الفيديو عادي جدا. لو انا جيت هنا كده على الموشن باث وابتديت ان انا احطه هنا، انا عايز النهايه بتاعته. طبعا تقدر تقف في النهايه كده عشان تشوف النهايه بتاعتك هتكون فين، واجيب مثلا الكليب ده هنا كده عشان احط مثلا كليب تاني هنا. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده، طبعا لو انت مش عايز تحرك بايدك، يعني ممكن انا وانا بحرك بايدي كده ممكن الموضوع يبقى ايه، يعني المشهد بتاعي يطلع وينزل معايا. انا ممكن احرك من الحاجات اللي مديها لي هنا. تمام، يعني ممكن احرك في البوزيشن كده، ممكن احرك كده يعني واي واكس زي ما انت عايز. بص كده، انا عايز مثلا المشهد بتاعي في النهايه لما يجي هنا كده يكون البنت دي كده جت في المنطقه دي. خلينا نرجع ده كده، خلينا مثلا نجيب الكليب بتاعنا ده يكون هنا. ليه؟ علشان انا عايز احط كليب تاني هنا مثلا، فخليني اعمل كده. بصوا كده، المشهد هيفضل ماشي بدون ما احط اي كي فريم، بدون ما اتعب في اي حاجه، هو بيمشي لوحده. ليه؟ عشان انا عايز مشهد تاني يظهر تحت ده. كل اللي انا هعمله ان انا هجيب المشهد تاني احطه تحته بالمنظر ده، فمجرد ما المشهد ده بيتحرك المشهد التاني بيظهر معايا بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا زي كده. طيب عايز المشهد التاني ده الولد اللي فيه يبان، يبقى انا هاجي هنا كده على البوزيشن بتاعي وابتدي ان انا احرك المشهد بتاعي، اخليه في الحته دي مثلا عشان المشهد ده لما يتحرك كده المشهد اللي وراه يبان. بصوا كده، من غير ما تعمل اي حاجه، انت بتحدد له المسار اللي بيمشي عليه، طبعا في لوجو، في صوره، في فيديو، زي ما انت عايز. انا مش عايز اطول معاكم، فخلينا نشرح باقي الحاجات بسرعه كده واقول يعني شوف بقى الحاجات اللي معموله في شويه حاجات تحفه جدا. طيب خلينا نشوف بعد كده حاجه اسمها موف تو. بص موف تو دي تحفه، دي عبقريه جدا. يعني ايه موف تو؟ بصوا تعالوا مثلا اهو ادي اللوجو بتاعنا، خلينا نشيل من عليه الموشن باث اللي احنا حاطينها ونيجي نقول له موف تو دي. بصوا كده، اللوجو بتاعي هنا انا بقول له موف تو، هنا بحطه في المنطقه دي، يبقى هيبتدي من هنا ويتحرك في المنطقه دي. شايف؟ تقدر تعمل بقى زي ما انت عايز، وتيجي هنا كده تعمل ايز ان وايز اوت، تعمل زي ما انت عايز بقى، ايز ان بس، ايز اوت بس، يعني تختار اللي انت عايزه. ممكن تعمل كاستم ما بين الايز ان والايز اوت زي ما انت عايز. هنا برضو تقدر ان انت يعني تغير في الاتجاهات وتغير في كل حاجة بالارقام. طيب هنا موف تو وهنا موف فروم، يعني انا بحركه من والى، فالموضوع يعني خطير جدا. تقدر تخلي اللوجو كل ده بدون ما تعمل اي حاجه اساسا. لو عندك فيديو عايز تحركه يمين، عايز تحركه شمال، عايز تحركه فوق تحت، زي ما انت عايز. كل اللي انت بتعمله ان انت بتضيف الاداه دي وهو بيعمل كل حاجه. طبعا نفس الكلام ده في السبين هنا كده، بس هتخليه يلف بقى. يعني اللوجو ده بدل ما هو كده ممكن يفضل يلف طول الوقت. يعني لو حطيت السبين دي مثلا كده، بصوا انا ممكن اخليه يلف اهو، فاخليه مثلا يعمل كده اهو، يلف كده. تمام، اي لفه يعني في طبعا تقدر تعمل اللي انت عايزه، فهيفضل يلف كده. ليه؟ لان انا عملت هنا رقم كبير. طيب لو انا عايز اعمل رقم صغير ممكن اروح اعمل كده اهو، فهتلاقي ان هو بيفضل يلف طول الوقت طول ما انت حاطط اللوجو بتاعك اهو. طبعا انا عشان عامل كومباوند هنا فلازم يعني ايه ادخل جوه واعدله. شايفين؟ هيفضل يلف بالشكل ده. عايز يلف بشكل مختلف، تعالى نعمل كده اهو. بص تمام، ممكن تيجي هنا على فكره وتعمل كاستم برضو، بحيث ان انت تخليه يلف بشكل ايه، ثلاثي الابعاد بالشكل ده. يعني انا بوري لك بس الفكره وانت يعني ابدع زي ما انت عايز. بص الاضافه فيها كام حاجه. تعالوا نشوف اللي بعد كده، في حاجات من هنا عجبتني جدا بقى. بصوا مثلا الافكت ده كده بيعمل هزه في الصوره او هزه في اللوجو بتاعك، وده انا يعني مهم جدا في ايه بقى. انا عندي مثلا مشهد زي كده اهو، ممكن نجيب مشهد ثابت على فكرة أكتر ويبان. يعني المشهد ده مثلا ده مشهد ثابت ولا مشهد بيتحرك كده؟ شايفين حركة الكاميرا دي؟ أقدر أعملها من خلال الإفكت اللي موجود عندي تحت ده.
بس عايزين مشهد يكون ما فيهوش حركة كتير، يعني مثلا المشهد ده يعتبر ثابت، طبعا نقدر نعملها في لوجو في اي حاجه. المشهد ده بصوا الكاميرا ماشيه مع الراجل كده، بس تحس ان الكاميرا ثابته على ترايبود او ماسكها باي حاجه، يعني ايه اللي بيصور مثبت الكاميرا. انا عايز الكاميرا بتاعتي تكون بتتهز كانها ممسوكه بالايد، فاقدر ان انا اخد الافكت ده كده واحطه على المشهد بتاعي ده، فهتلاقي كده المشهد بيطلع وينزل، شايف كانك راكب حاجه، او كانه مثلا انت ماشي ورا الراجل ده. طيب في حواف سودا هنا، كل اللي انا بعمله ان انا بنزل تحت هنا وبعمل سكيل شويه على المشهد بتاعي، بحيث ان انا يعني اضيع الحواف دي. فهتلاقي طول ما انت ماشي كده كأن ايدك بتتهز، يبقى انت عملت كده شيكي كام بطريقه سهله جدا وبسيطه. كل اللي انا عملته ان انا ضفت الافكت. طبعا هنا تقدر بقى ان انت يعني تغير في السبيد، تقدر يعني تغير في الاتجاهات بتاعتك فوق وتحت اهو. شايف بيطلع وينزل بشكل اسرع شويه. هنا في السبيد مثلا بص هيفضل يطلع وينزل بس بشكل اسرع. استفيد بيه بقى زي ما انت عايز. انا بالنسبه لي هستفيد بيه فكره ان انا عايز اعمل الكاميرا موفمنت، اللي هي كانه ايدي بتتحرك، كأن ايدي بتتهز كده. فالموضوع طالع خطير جدا جدا، وتقدر هنا كده تغير في كل الحاجات دي بمنتهى البساطه. بص كده يمين وشمال مثلا، كأنه في يعني هزه جامده كده وانت ماشي، بتدي واقعيه للمشهد اكتر. الموضوع تحفه جدا جدا جدا. طيب خلينا نشوف اللي بعد كده. بيديني هنا كده حاجه اسمها اوفر شوت. تعالوا نضيف ده ونشوف ده بيعمل ايه. بص كده. طيب خلينا نتحكم هنا كده، بيعمل سكيل، بيعمل عايزين نشوف كده ايه اللي بيحصل. بص كده. ده مهم جدا بقى لو انت عايز تطلع اللوجو بتاعك. يعني مثلا انا عندي لوجو زي كده وعايز اخلي اللوجو ده يظهر قدامي على الشاشه بشكل شيك جدا. تعالوا يعني نحط اللوجو ده مثلا، بصوا على الاوفر شوت ده، وابتدي ان انا احط كده. بصوا اللوجو هيجي من ورا لقدام ازاي. شايف؟ اعملها بايدك بقى، دي هتاخد منك وقت قد ايه. شايف بيطلع ازاي؟ طيب ده بالنسبه للسكيل. وممكن انا اخليه يعمل ان واوت. بص كده خلينا نغير مثلا اهو كده جاي من ايه، من قدام. خلي بالك نفس المشكله حصلت اهي، ان اللوجو هنا الحواف بتاعته طالعه بره. انا هجيبه لبره اكتر. طب انا مش عايز المشكله دي تحصل. خلاص احنا عرفنا هنعمل ايه. هنيجي على اللوجو ده كده وهندوس على اوبشن وجي، وهنيجي هنا كده ونقول له اوكي. يبقى انا كده لما اجي احط الاوفر شوت وابتدي ان انا اتحكم فيه زي ما انا عايز، مفيش اي مشكله هتحصل معايا اهو، بقى قدام الشاشه كلها. ولما اجي اعمل كده، طبعا عايز تظهر بيه لوجو بقى تحطه في الاتجاه ده، تحطه زي ما انت عايز. شايفين؟ انا بالنسبه لي ده خطير جدا. بصوا الهزه اللي بتحصل دي تحفه، عملناها بمنتهى البساطه والسهوله. بعد كده تعالوا نشوف مع بعض الجزء اللي من تحت ده، وده عباره عن موشن بلور في الحركه. يعني لو في حد بيتحرك عندي بيعمل زي موشن بلور كده، زي اللي بيتعمل في الافتر افكت بس بضغطه زرار واحده. انا كنت عايز اجيب حد مثلا بيتحرك زي البنت دي كده اهو. خلينا نعدل المشهد بتاعنا، فخلينا نيجي على الروتيشن ونكتب هنا مثلا 90 ونجرب كده، ونحط البوزيشن بتاعنا بالشكل ده. بصوا الحركة بتاعت البنت كده عادية جدا اهي. بص كده لما تيجي تعمل موشن بلور هيفي، بص شايفين اللي حصل لما اجي اشيله كده. ركزوا في الشعر وفي الايدين والكلام ده. بصوا كده. شايف الحركه شكلها ايه. شايف ايديها وهي بتتحرك. طبعا لو في حركه زياده او حد بيرقص او كده الموضوع بيكون كده. وبص في الاخر بيجي يعمل كده ويفصل. طبعا بعد الريندر الموضوع هيبان معاك بشكل خطير جدا. تعال بقى اعمل الحاجات دي بايدك. يعني تخيل عندك موشن بلور لايت، وعندك بعد كده الميديوم، وده نفس الفكره ولكن بيعمل لو في حاجات فيها اضاءات بقى او حاجات زي كده. طبعا مش عايز الدرس يكون بيطول اكتر من كده، ولكن بصوا الاضافه باضافه واحده بس. بص حطيت كام افكت ومش محتاج ان انت تعمل اي حاجه بايدك، علشان انتوا دايما بتحبوا الكلام ده. طيب بتمنى يا شباب ان الدرس بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت ندوس لايك على الدرس دوت، وكمان نشير الدرس في وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد. واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان في فيديوهات عظمه جايه كتير جدا. شكرا لكم يا شباب، واشوفكم في درس جديد من دروس الفاينل كات برو.